باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد آمين. أهلا بيكم في قناة البطل الروماني. لأنه ليس كما ينظر الإنسان، لأن الإنسان ينظر إلى العينين، أما الرب فإنه ينظر إلى القلب. سفر صموئيل الأول عدد 16:7. رسالة النهاردة من أم النور، ليلة عيدها، بتطمنك برسالة حلوة وبتقولك: ابني الغالي، عامل ايه؟ صدقني هتبقى بخير، وبكرة اللي انت خايف منه هيبقى حلو وهيبقى تمام. ربك هيتدخل فيه لأنه هو عارف انت فيك ايه. هو داري بكل اللي جوه قلبك، عارف الحزن اللي جواه، عارف اليأس اللي مليه. علشان كده هيتدخل وهيمسح منه كل حزن وكل يأس وكل إحباط. هيخلق ليك الفرحة، هيخلق ليك الراحة، هيمحي من حياتك حاجة اسمها قلق، حاجة اسمها حزن. هيلمس قلبك المكسور وهيديله سلام، هيسندك ويقويك. ما تخافش، هو عارف كل حاجة، هو عارف شكلك انت من جوه ايه، وعارف كمان قلبك محتاج لإيه، واللي انت عايزه هيديهولك وهيرضيك بيه وهيجبر بخاطرك، هيفرحك. ما تخافش، أما الرب فإنه ينظر إلى القلب. ما أبوك السماوي هو أكتر حد عارفك، ما تقلقش، ده عارفك حتى أكتر من نفسك. علشان كده مش هتهون عليه. صدق، اللي عدى الكتير من حياتك هيعدي كل اللي جاي. اللي عداه بخير وبسلام هيعدي كمان النهاردة وبكرة وكل اللي جاي. هانت اللي انت فيه وقلقان منه مش هيدوم، هيفرجها. ما تقلقش من شيء، مهما كان الحال هيتدخل. اوعى تيأس ولا تحزن ولا حتى تبص على الأحداث الصعبة اللي حواليك، ولا الظروف المتلخبطة، ولا الدنيا اللي معندة، ولا تسمع حتى لكلام الناس. ثبت نظرك على يسوع وبس، ما تسمعش غير صوته هو وبس، وامسك في ايديه وثبت. ده اللي يمسك في ايدين يسوع يعديه من كل صعب، يعديه من كل مستحيل. واللي يسلمه دفة حياته ويقول له: يا رب امشي انت الأول وانا همشي وراك، يرشده الصح ويعرفه الصالح ويشيل عنه كل أحماله، ويشيله بشيلته كمان ويرفعه على أكتافه. واللي يصدق كلامه ووعوده وما يشكش فيه أبدا يفرح طول عمره. يعني اطمن على الآخر، يعني ما تشيلش أي هم، لأن إلهك بيحبك جدا ولا يمكن مهما حصل إنه يتخلى عنك. شوف كده الآية اللي موجودة في صموئيل 16:7: لأن الإنسان ينظر إلى العينين، أما الرب ينظر إلى القلب. انت عارف الآية دي وقتها اتقالت لما راح صموئيل النبي يختار واحد من ولاد يسى علشان يبقى ملك على شعب الله. فشاف واحد طول بعرض وهيبة كده، فحس إن هو ده اللي ينفع يكون ملك. لكن ربنا قاله: مش هو ده يا صموئيل، ما تبصش على الشكل اللي بره، ده الناس كلها بتاخد بالشكل والمنظر، لكن أنا باخد بالقلب. انت كمان ربك عارف اللي جوه قلبك، مش عامل زي الناس وبياخد بالمنظر. لا، هو عارفك من جواك ومن براك، ولا يمكن يغزلك، ولا يمكن هيعاملك معاملة البشر ويظن فيك ظن سيء. ما انت عمل يديه اللي بيحبه قوي، اللي حتة منه، اللي لا يمكن يغزلك أبدا
وهيفرحك، هيفرحك بطريقته هو مهما كان وضعك ومهما حصل معاك. هيفرحك حتى لو في يوم باب اتقفل قدامك، هيفرحك برضه. اوعى تزعل، عارف ليه؟ لأن في الوقت ده هيفتح ليك الباب الأحسن منه. بس انت خليك على موقفك، ماسك فيه، ماسك في ايديه ومثبت، واثق فيه جدا، واثق في قدرته وواثق في قوته. سيب كل حاجة بين ايدين إلهك، ده اللي حط كل حاجة في ايديه، لا يمكن أبدا ينساهم ولا يتخلى عنهم ولا يتركهم. ده اللي يصدق يسوع يشوف العجب. ما إلهك هو صانع العجائب والمعجزات. إلهك عظيم، إلهك قدير، إلهك أمين جدا، ولا يمكن حد من ولاده يروح له ويقول له رجائي فيك أنت يا رب ويسيبه ولا يكسفه. لا يمكن. مادام وثقت فيه، مادام سلمته سفينة حياتك، مادام اتكلت عليه من قلبك، هيستجيب وهتوصل لبر الأمان، هتوصل للفرحة اللي نفسك فيها، هتوصل لحلمك اللي بتتمناه من زمان. ما تخافش، إلهك هيفرحك أكيد. ربي وإلهي يسوع المسيح، يا من تعلم بخبايا القلوب، اتدخل يا فدينا في ظروف كل واحد منا. احنا ولادك يا ملكنا، اتدخل يا رب في حياة كل واحد منا، سلمها لك وقالك اتصرف انت يا رب. آمين. ربنا يفرح قلوبكم ويعطيكم سؤالكم ويملى حياتكم خير وبركة وأفراح وتعويضات بشفاعة أمنا العذراء مريم، أم المعونة، أم إله القدرة، الأم الحنينة قوي اللي دايما بتحب تفرح أولادها من غير حتى ما يطلبوا منها، وبشفاعة حبايبها الكتار من الشهداء ومن القديسين وكل جيوش السمائيين، وبشفاعة أمير الشهداء ماري جرجس سريع الندى، الضابط الجدع قوي، أبو دم حامي اللي مش بيتأخر أبدا عن أي حد ينده عليه ويقول له انجدني يا ماري جرجس يا روماني، يجي أوام وينجيه. قناة البطل الروماني.